اديله طريق. مش هينط؟ مش هينط؟ مازن حمزة 26 سنة. يحيى عبد الواحد 36 سنة. أحمد عاطف 30 سنة. محمود حسين 25 سنة. حامد البيلي 36 سنة. بطل مش عايش في بلد يحكمها مرسي. علي صوتك بقول لك. رسالة لعاصم عبد الماجد. الحلويات أمر واحد رب واحد يا إرهابي يا قاضي. دي غلطة يا دين أمي. بعده انت يا رجالة. انت يا ابني انت. يا لهوي يا عبود. يا جميع الشعب المصري. يا عم انا بصور عليك. ثواني بس. يسقط حكم المرشد. امشي بشعبك. إمام أهو يا إمام يا جامد. يا إمام يا جامد. يسقط حكم المرشد. ثوار احرار هنكمل المشوار. يلا ننط انت. يسقط حكم المرشد. الرسالة اللي الشباب بيقدموها النهارده، الشباب اللي هتنط، الشباب اللي هتعمل المحافظة بتاعت النهارده، هي محافظة للأمل، محافظة للعودة للحياة مرة أخرى، لأن احنا مش عايشين فعلا، احنا ميتين بالفعل. الرسالة اللي بتوصل النهارده لبعض الناس اللي علقت على من شوف السلفيين او التابعين للطريق الاسلامي وقالوا علينا كفره وملحدين، فده مش جديد عليهم. احنا بنقول لهم احنا ارقى منكم كتير جدا في استخدام المقاومه. النهارده الرساله هتبقى عباره عن محافظه في النيل، محافظه ديت هتبقى زي ما قلنا عوده مره اخرى للحياه وعوده مره اخرى للتمسك بالامل ونوع من انواع جذب الانتباه لينا. بقى الحشد اليوم 30/6 وحث الناس على النزول يوم 30/6. الفكره في الاساس ان مفيش حد هينتحر حقيقي، لان دوت عارفين اللي هو هيبقى ميت كافر. ولذلك كل الشباب اللي موجودين دلوقتي قدامكم السبعه، كل واحد فيهم الثمانيه اللي هينطوا دلوقتي، كل واحد فيهم قبل ما هينط هيقول رساله واضحه وصريحه جدا. اي نعم احنا زهقنا من العيشه، زهقنا من التكفير، بداوا يكرهونا في ديننا، زهقنا من غلاء الاسعار، زهقنا ان مفيش امن، زهقنا من دوله مفككه وتقزيم لدور مصر الخارجي وتعدد الازمات داخليا. دي كلها حاجات تجبر اي حد